السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة المكرونة المحمرة أو المشربة، الاتنين نفس المعنى. سميناها ليه محمرة عشان بنحمرها في الزيت، وسميناها مشربة عشان بنسقيها شرب. وهعرفكم ازاي تطلعوها كلها بلون واحد ومفلفلة، وبتركاية هنعملها واحنا بنحمر المكرونة. خليكم معايا لآخر الفيديو. هنسمي الله ونبدأ. معانا المقادير: 400 جرام مكرونة، صلصة متسبكة، طماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية، بصلة متوسطة، 3 فصوص توم، شوربة، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسمر وكزبرة بس. طبعا انا بحب احط عليها طماطم متسبكة، بتديها طعم احسن. وممكن تحطي انتي بقى معلقة هريسة فلفل احمر، او ممكن تقطع عليها فلفل الوان، المتاح عندك اعمليه. انا جبت الحلة، حطيت فيها شوية زيت حلوين كده، وحطيت فيها معلقة زبدة كبيرة او معلقة دهن عجين اللي انا بستخدمها في كل حاجة يعني. وحطيت المكرونة وهنقلب. التركية بقى معلقة الملح الصغيرة دي هتخلي لك لون المكرونة كله لون واحد، وهتخليها مفلفلة واحنا اما نيجي نسويها يعني. انا كده حمرت المكرونة، بفضل ايدي فيها وانا واقفة جنبها، بخليها على نار هادية عشان خاطر ما تتحرقش، وكل شوية اقلب فيها لحد كل ما بتاخد كلها لون واحد. هبدأ بقى احط المكونات بتاعتنا: الطماطم الاول اللي بتعصرها في الخلاط، والطماطم اللي انا مسبكاها، وبحط شوية كمان، وهحط البصل والثوم بتاعنا. ما حطيتهاش كلها يعني، حسيت ان هي كتير على المكرونه. انا حطيت الطماطم المتسبكه كلها عشان هي بصراحه بتديها طعم احلى من الطماطم المضروبه كمان. وهقلب بقى، وهحط البهارات بتاعتنا: الملح والفلفل الاسمر والكزبره. ما حطيتش برضو مرقه دجاج عشان خاطر احنا عندنا الشوربه وحلوه، الشوربه بتاعتنا حلوه، فدي تغني عن مرقه الدجاج. قطعت بقى في قرن فلفل اخضر كده، ممكن يبقى حامي زي ما انت عايزه، بس انا عندي اطفال يعني ما ينفعش. وايه بقى التركية بقى كمان؟ ايه، معلقه كبيره سكر، دي هتخلي لك المكرونه طعمها فيه سكاره كده جميله. كنت انا حاطه هنا بقى الشوربه تغلي على البوتاجاز، فحطيتها وما كفتش، حطيت شويه ميه، وحطيت الملح وظبطت القعد بتاعنا، وقلبت وخليتها على نار عاليه لحد ما تتشرب. هنا كده خلاص هي اتشربت، هوطي عليها وتستوي مع نفسها بقى براحتها. انا كنت حطيت عليها شوية مية كمان لان حسيت انها عايزة شوية تاني. هنا خلاص هي كده استوت معانا، وطفيت عليها. شايفين يا جماعة مفلفلة ومش لازقة في بعضها ومعجنة ازاي، وكلها لون واحد ومش لازقة معايا في الحلة. طبعا احنا عارفين ان الحلة الألموني بيلزق فيها الاكل من تحت سواء كان رز او مكرونة، بس الحمد لله يعني انا ما بلزقش حاجة في قعر الحلة. حلوة اهي، شايفين لونها وبتلمع ازاي؟ تحفة تحفة والله يا جماعة، جربوها والله هتعجبكم جدا. والمكرونة دي على فكرة ما بتتاكلش الا وهي سخنة، يعني تقفلي عليها العين البوتاجاز على طول تروحي غرفيها، ما بتتركنش. بس ما تعمليها بالطريقة دهيت، والله لو كلتيها ساقعة هيبقى طعمها تحفة كمان. انا خلاص كده خلصت، وغرفنا لنا طبق مكرونه، وحطيت عليه قرن فلفل مشطشط اللي عايز ياكلها مشطشطه. وكنت عامله النهارده جنبها بانيه، انا كنت عامله لكم فيديو قبل كده، هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت اللي حابب يشوفه. كان معاكم ساره، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو حبيتوا تشتركوا دوسوا اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.